السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ جايبه لكم النهارده وصفه اختراع. لو عندك نص كيلو بانيه وما انتش عارفه تعملي بيه ايه، تعالي وانا هقولك تعملي بيه حاجه حلوه قوي. دلوقتي هتجيبي البانيه، هتصبنيه كويس وتغسليه، وبعد كده هتقطعيه تقطيعه صغيره جدا لان احنا هنفرمه. ولو عندك حته ليا صغيره، هنا انا كان عندي ليا مفرومه فبقطع منها على حسب الكميه اللي انا عايزاها. النص كيلو استخدمت عليه قطع قد دي كده. احنا بنحط عليه ليا لان طبعا البانيه مفيهوش اي دهون، فالليا بتخليه جوسي كده شويه وبتديله ريحه حلوه وطعم حلو. هنفرم بقى البانيه اللي احنا مقطعينه مع الليا كويس قوي، وبعد كده هنحط له الخضار ده. انا حاطه هنا بصلتين كبار وحاطه معلقه توم مفروم كبيره. هفرم التوم مع البصل وبعد كده هصفي الميه بتاعه كويس جدا. انا عايزه بس التفل، لان ميه البصل هتخلي الكفته سايبه مننا ومش هنعرف نتحكم فيها كويس. وحطيت هنا معلقتين نشا كبار ممسوحين ونص معلقه فلفل اسمر. وهحط هنا كان عندي عودين كزبره على عودين بقدونس فقطعتهم صغير جدا، بتديلهم نكهه حلوه قوي. الطريقه دي اختراع ما بين الناجتس وما بين الكفته، بس طعمها تحفه. عندي بقى كيس صغير كده من ال11 بهار، هحط كيس واحد بس، وكيس واحد من المرقه الفوريه برضو. الكميه عندي نص كيلو بانيه. الخلطه دي بتخلي الطعم تحفه. وحطيت بقى ربع معلقه من كل حاجه، توم باودر وبصل باودر وكزبره ناشفه وبابريكا مدخنه، وربع معلقه صغيره من الملح، وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. وعلشان قوام الكفته يبقى مظبوط معانا، نقدر نحط بقسماط او دقيق على حسب المتوفر عندك، بس بصراحه بالبقسماط بتكون حلوه قوي. انا هنا حطيت على نص كيلو 3 معالق كبار كده بقسماط. حطي 3 4، ما تزوديش عن كده عشان برضو ما تبقاش ناشفه معانا. وعلى فكره معلقتين النشا اللي احنا حطيناهم، النشا بتخلي الفراخ مش مقرمشه، هي بتديها طراوه، بتخليها طريه كده وجميله قوي. وحطيت برضو كيس لبن بودر. اللبن البودر بيخليها تحفه، بيديها طعم غني جدا. وهنقلبها بقى كويس كأنك بتعجني عجين، لازم كل المكونات تختلط ببعض كويس. وادي بقى قوامها هنا بعد ما كل حاجة اختلطت ببعض. تقدري بقى تصبعيها صوابع كده وتعينيها في الفريزر. تقدري تعمليها مدورة، كفتة مدورة، وتقدري تعمليها زي الناجتس، وممكن تتخزن كده، ممكن تتفرز كده في الفريزر، وممكن تستخدميها على طول، وبتبقى حلوة جدا لو شويتيها على الفحم. بس انا هنا قررت ان انا اعملها زي الناجتس كده، والولاد هيحبوها جدا لانها بتبقى طريه كده من جوه ومقرمشه من بره. الكفر بقى اللي استخدمته للناجتس، انا ما استخدمتش دقيق ولا اي حاجه، انا جبت البيض على طول حطيتها فيها وبعد كده حطيتها على الكريسبي. عايزه كريسبي حار كريسبي بارد زي ما انت عايزه. تنفع على فكره لو حطيتيها في البقسماط برضو. وطلعت معايا سواها حلوه جدا وهشه من جوه ومقرمشه من بره. والله طلعت حلوه قوي، جربوها. انا هنا عملتها في سندوتشات عيش طويل. تقدري برضو تعمليها في سندوتشات بلدي زي ما انت عايزه، جنبها مكرونه، جنبها بسمتي، هي تمشي معاكي في اي حاجه. وتقدري تفرزيها كمان في الفريزر جاهزه على القلي على طول. انت تطلعيها من الفريزر على الطاسه على طول، هتنجز معاكي في الوقت لو انت وراكي مشوار او تعبانه ومش قادره تعملي اكل. وبألف هنا على قلبكم. شجعوني بقى بلايك للفيديو واشتراك للقناه.